المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظاهرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. إكمال استعدادات احتفالات عيد الاستقلال. الاحتفال بعيد الاستقلال في المهجر. إجراء عمليات جراحية للعظام بتعاون أطباء إريتريين وسويسريين. قادة أوروبا يسعون لحماية العلاقات الاقتصادية مع إيران. كوريا الجنوبية تحاول إزالة الشكوك بشأن قمة ترامب وكيم. ومحكمة بلجيكية ترفض تسليم قادة كاتالونيين. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن مفوض الثقافة والرياضة السفير زمدي تخلي إكمال الاستعدادات لاحتفالات الذكرى 27 للاستقلال تحت شعار الرؤى بالعمل. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية أن برامج الاحتفالات التي ستنظم من 18 وحتى 24 في القاعات ودور السينما والساحات والشوارع وأماكن أخرى تعكس التعدد الثقافي ووئامه وتماسكه والقيم الوطنية وتاريخ النضال التحرري. وأشار إلى تنظيم منافسات رياضية وأسبوع الاستقلال في المدارس منذ نهاية شهر أبريل، موضحا بأن البرامج المجتمعية والثقافية التي تشمل عروض الشوارع ومعارض الصور والمعارض الفنية وعروض الابتكار والاختراع والكرنفال والبرامج الموسيقية والفنية والحفلات الشعبية ستبدأ من 18 من مايو. وقال إن كرنفال هذا العام أعد تحت شعار خلفية الجبهة الشعبية، وستقدم 13 مديرية بالإقليم الأوسط عرضا يمثل 13 أجهزة في المواقع الخلفية للجبهة الشعبية التي أسهمت في انتصار النضال، إضافة إلى تنظيم سباق عدوى الاستقلال الجماعي وسباق نصف الماراثون وماراثون أسمر للمرأة. وحول شعار الاستقلال لهذا العام ومضمونه قال السفير زمدي تخلي إن العمل هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الرؤى، وأن مسيرة 27 عاما الماضية تثبت المكانة العليا لدى الشعب الإريتري. احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة الدمام السعودية والقاهرة وجيبوتي وجنوب السودان بالذكرى 27 للاستقلال بحفاوة ومشاركة كبيرة تحت شعار الرؤى بالعمل. واحتفل الإريتريون المقيمون في الدمام بشرق المملكة العربية السعودية بعيد الاستقلال في 11 من مايو. ودعت مسؤولة الشؤون القنصلية في السفارة الإريترية في الرياض السيدة ويني كريسكيهير في المناسبة الإريتريين في المهجر لتقوية وحدتهم وتماسكهم وتعزيز المساهمة في البرامج الوطنية لتمجيد فعلي للشهداء الذين جعلوا بتضحياتهم الاستقلال واقعا ملموسا. واحتفل الإريتريون المقيمون في القاهرة المصرية بعيد الاستقلال. وقال السكرتير الأول للسفارة الإريترية في مصر السيد إسماعيل إدريس إن الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات ومستوى النماء الذي تحقق نتاج لتصدي الشعب الإريتري القوي والواعي. من ناحية ثانية، بدأ الإريتريون المقيمون في جنوب السودان يوم 13 من مايو منافسات رياضية ينظمونها سنويا بمناسبة أعياد الاستقلال. كما احتفل الإريتريون في جيبوتي بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة يوم 11 من مايو. من جهة أخرى تم إحياء يوم أفريقيا يوم 10 من مايو في مدينة الرياض السعودية بمشاركة الدول الأفريقية بينها إريتريا. وقدمت إريتريا في المناسبة معرضا عن الموارد الثقافية والسياحية والأغذية الشعبية والآثار التاريخية وعرضا للصور حول مختلف المجالات. في برنامج مشترك يجمع عدد من الأطباء الإريتريين والسويسريين يشهد مستشفى حليبة إجراء عمليات جراحية متنوعة في تخصصات العظام.
وأوضح مسؤول قسم جراحة العظام في مستشفى حليبة الدكتور سلمون سقاي أن العمليات الجراحية التي بدأت في 7 من مايو واستمرت ل3 أسابيع هدفت لتخفيف العبء على المواطنين من إجراء عمليات العمود الفقري ومفصل اليد والركب التي كانوا يقومون بها سابقا في الخارج. وأشار إلى أن البرنامج يسهم أيضا في نقل الخبرات، كما أشار إلى إجراء عملية واحدة في كل يوم نسبة لصعوبة العمليات الجراحية في هذا المجال، حيث تم حتى الآن إجراء 10 عمليات جراحية ناجحة. وقال أخصائي جراحة العظام السويسري الدكتور أليكس شاغرغار إن الخدمات التي يقدمونها في إريتريا تكسبهم الخبرة نظرا لخصوصية العمليات إلى جانب الارتياح الذي تخلقه في نفس المريض. كما أن مثل هذه البرامج تمهد الأرضية لتبادل التجارب بين الأطباء الإريتريين والسويسريين. وذكرت الممرضة كيسيكا تيتن أن عمليات جراحة العظام عامة وخاصة الاستثنائية منها تستمر لساعات طويلة معربة عن ارتياحها لحصولها على أرضية تتيح تبادل الخبرات المهنية. ويستضيف قسم العظام بمستشفى حليبة من 80 إلى 100 مريض يوميا من كافة أرجاء البلاد، ويجري من 6 إلى 8 عمليات جراحية. خرج فرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر 82 شابا في دورة تدريبية شملت مختلف المجالات المهنية والتي استمرت 3 أشهر من أجل تحسين معيشة الشباب الذين قاطعوا التعليم لأسباب اجتماعية واقتصادية. وشملت الدورة التي قدمت بشكل نظري وتطبيقي على تركيب ومد أنابيب المياه ومجاري الصرف الصحي وصناعة وصيانة شباك صيد الأسماك ومد خطوط الكهرباء ودراسة الكمبيوتر. وفي التصريح الذي أدلى به مدير مركز التدريب المهني في مصوع الأستاذ سليمان جابر، قال إن 60 شابا تلقوا دورات مماثلة في العام الماضي وصاروا الآن يعملون وينتجون في مختلف التخصصات التي تلقوها، موضحا عن وجود برنامج لزيادة المجالات المهنية للتدريب. وقال مسؤول فرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إن مركز التدريب المهني الذي افتتح على مستوى الإقليم في مدينة مصوع يلعب دورا كبيرا في خلق فرص عمل للشباب في المجالات التي يهتمون بها. وذكر حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلي لبسو أن إدارة الإقليم تعطي الأولوية لمثل هذه الدورات المهنية، مطالبا الشباب لتطوير إمكانياتهم المهنية بالعمل. نظم في 11 من مايو أسبوع مدارس الإقليم الجنوبي، والذي استمرت فعالياته ل3 أيام متتالية شملت العديد من المناشط الرياضية والثقافية. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ هبتزكي كيداني أن الأسبوع التعليمي أسهم في التعرف على مواهب وهوايات الطلاب وتفعيل قدراتهم إلى جانب دوره الأكاديمي. وأشار إلى مشاركة 600 طالب من جميع المديريات في أنشطة ثقافية ورياضية ومسابقات تعليمية. في غضون ذلك نظم أسبوع المدارس في مديرية لقو عنسبة بمشاركة طلاب من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية بمناشط تعليمية ورياضية وفنية. وأوضح مسؤول التربية في مكتب التعليم بإقليم القاش بركة السيد هبتزكي قرماتيون ومدير مديرية لقو عنسبة السيد أبراهام حقوس أن المدارس أساس تطور داعين لتنظيم مثل هذه المناسبات بطريقة تدفع من رفع قدرات الطلاب وإمكاناتهم وصقل مواهبهم. المشاهدون الأكارم، كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي اتفقت دول الاتحاد الأوروبي 28 في صوفيا على مقاربة موحدة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده منه. بحسب ما أفاد مصدر أوروبي، واتفق قادة رؤساء حكومات على الاستمرار في دعم الاتفاق طالما استمرت إيران في احترامه، وعلى بدء أعمالهم لحماية الشركات الأوروبية المتأثرة من القرار الأمريكي بحسب المصدر ذاته. في الوقت نفسه أكد القادة الأوروبيين أنهم سيردون على المخاوف الأمريكية حيال الدور الإقليمي لإيران وبرنامجها للصواريخ البالستية.
وعرض جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد وخيارات القادة لحماية الاستثمارات الأوروبية في إيران والتعاون الاقتصادي الذي يتعافى بوتيرة بطيئة، وهو ما تأمل الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة منه. كذلك اتفقت الدول 28 على الدفاع عن نفسها ضد تهديد البيت الأبيض بفرض تعريفات على الصادرات الأوروبية من الصلب والألومنيوم. قالت كوريا الجنوبية إنها ستسعى للتوسط بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد أن هددت بيونغ يانغ بالانسحاب من قمة هي الأولى من نوعها بين زعيمها كيم جونغ والرئيس دونالد ترامب في 12 من يونيو في سنغافورة. وذكر مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي في سيول أن حكومة كوريا الجنوبية أو الرئيس مون جي إن تعتزم القيام بدور الوسيط على نحو أكثر نشاطا بين الولايات المتحدة والكوريا الجنوبية. وكانت كوريا الشمالية أعلنت يوم الأربعاء أنها قد لا تحضر القمة، إذ واصلت واشنطن المطالبة بالتخلي عن ترسانتها النووية من جانب واحد. وثارت شكوك بشأن القمة الأمريكية الكورية الشمالية عندما نددت بيونغ يانغ بالمناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها استفزاز وألقت محادثات رفيعة المستوى مع سيول. وقال ترامب إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القمة ستمضي قدما، لكنه سيواصل الإصرار على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. رفضت محكمة بلجيكية طلبا إسبانيا بتسليم 3 من قادة إقليم كاتالونيا. وأفاد مكتب المدعي العام في بيان بأن المحكمة رفضت طلب تسليم ال3 لأنه لم تكن هناك أوامر اعتقال إسبانية مماثلة. وأضاف الادعاء العام أنه لا يمكن لإسبانيا الاستئناف على القرار، ويعد ذلك الحكم هو الأحدث في سلسلة النزاعات القانونية بين إسبانيا وبلجيكا، حيث لجأ الزعيم السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوجدمونت و5 آخرين إلى هناك العام الماضي خشية تعرضهم للسجن داخل بلادهم. ويقيم بوجدمونت حاليا في ألمانيا. زادت الانفجارات داخل بركان كلاويا ليقذف الرماد في هاواي إلى السماء، مما دفع السلطات لإصدار تحذير أحمر للطائرات للمرة الأولى منذ بدء صوران البركان قبل 12 يوما. وبلغ ارتفاع سحابة الرماد والضباب الدخاني البركاني 3657 مترا فوق فوهة البركان، واتجهت نحو الجنوب الغربي. وصدرت السلطات تحذيرا من هواء ضار لسكان باهالا الواقع على بعد 29 كيلومترا من القمة. ويضاف الرماد إلى الأخطار التي يواجهها سكان جزيرة بينغ آيلاند في هاواي، والذين يعانون بالفعل انبعاثات غاز وتدفق حمم من البركان دمرت 37 منزلا ومنشآت أخرى، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 مواطن. وحذر مرصد البراكين في هاواي من أن ثورة البركان قد تصبح أعنف. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.